انت اللي هتعمله في رمضان انك تجمع بروتين الوجبات دي وتقسمه على وجبتين. لقيت ان بطنك فيها مساحه، تمام، هتبدا تدخل حاجات كارب بسيطه. طب انا ايه الكاباسيتي او الماكسيمم بتاعي في ان جسمي يقبل نسبة بروتين بروتين في في وجبة؟ الوجبه 1000 جرام ممكن عادي. ماشي. كل خروف وانت في قاعد، وجبة ابقى انا تمام جسمك وهستفيد مش بيه. مش هيهدره، جسمك هياخده كله بجد؟ ويستفيد مع بيه. اللي انا عارفه انه لا، انا اخري ماكسيمم مش عارف كام 20 جرام. 30 جرام من اه. الحاجات اللي دي اه. راحت مع الناس بتاعت الاولد سكول. ماشي خلاص. تعالى ارجع معايا كده 1500 سنة ورا، مثلا 2000 سنة ورا. مم. الإنسان القديم هل هو كان بياكل وجبتين ثلاثة؟ لا، مم. هو كان بيصطاد. هو يصدق يلاقي وجبة. بيلاقي اه. وجبة، بيلاقي أرنب بياخده وياكله وخلصت على كده، ممكن يقعد عليه تاني يوم. ده هل جسمه كان بيرمي اللي أكله في الأرنب ده؟ لا، مم. جسمه كان بيستفيد منه جرام. فهو جسم سبحان الله هو ذكي جدا ان هو يستفيد من اللي داخله، مش هيهدر مم. طاقة. فدي حاجة كانت طلعت، يعني الناس أو ليها ليها تفسير، بس الناس فهمته غلط يعني مش أكتر.